باش تطيح وتصاحب مع شي بنت خاصك ضروري تكون عارف خبايا ديال الاغواء والاسرار ديال البنات وكيفاش تواصل معاهم، وهادشي اللي غادي نعرفو في هاد الفيديو. الا كنتي اول مره كتشوف قناه لوجيك مان، دير لايك، تابونا معنا الفيديو ومرحبا بك. في هاد الفيديو غادي نعرفو كيفاش تهضر مع البنت في مواقع التواصل الاجتماعي وكيفاش تجذبها عندك، خصوصا انستغرام، فيسبوك والواتساب. ولكن اخويا خاصني نقول لكم واحد النقطه ضروري، ان اغلبيه البنات حاليا كيستعملوا الانستغرام مقارنه بالفيسبوك والواتساب. لهذا كنصحك الا بغيتي تدوي مع شي بنت دوي معها في الانستغرام. باش تطيع عندك البنت في الشاط خاصك ضروري تكون عارف واحد الخبايا وواحد القواعد بحال شي معادله رياضيه خاصك تطبقها على البنات في التواصل ديالك باش تجذبهم عندك وما تبعدهمش عليك. دابا غتسولني وغتقولي دخل في الموضوع وقولي لي شنو كاين. كيفاش غادي ندوي مع البنات؟ انا غناخذ مثال ديال الانستغرام حيت كما قلت لكم هو اللي كيستعملوا البنات حاليا. كيفاش غادي ندخل عند البنت وكيفاش غادي نجذبها عندي ونفتح معها باب الحوار؟ الا كانت البنت ما كتعرفهاش، اهم طريقه واحسن طريقه تدخل عندها هو غادي تشوف الا كانت لايحه شي ستوري، غادي تدخل وغادي تعلق عليه، تخلي واحد الكومونتير عليه. احسن ما تصيفط له نيشان السلام صافاك الا كانت البنت ما كتعرفهاش. الا كنتي كتعرفها ماشي مشكل، تقدر تابونا عندها وتصيفط لها السلام ميساج ديريكت. المشكل اللي كيطيحوا فيه الدراري ان الاغلبيه كيبدا مزيان ولكن من بعد كيتبلوكا وما كيعرف اشنو غادي يكون. وهذا السؤال هو مطروح عالميا، اشنا هي احسن دخله ندخل بها البنت؟ هو راه كيدخل عند الدريه مزيان ولكن ماشي احسن دخله خاصو كيفاش يستمر في هذيك الدخلات ديالو، كيفاش يستمر في التواصل مع البنت باش ما تبردش ديك الكونفرساسيون مع البنت. بغيتك اخويا تسمعني مزيان هاد القواعد اللي غادي نقول لك وتقيدهم في بالك مزيان باش تولي تطبقهم نيشان ولا ما تبقى تنساهم ليا. ملي تبدا داوي مع البنت في اول تعارف الايام الاولى عمرك تصيفط لها ميساج اوديو. انا كنصحك عمرك تصيفط ليها ميساج اوديو. ملي كتصيفط البنت الميساج اوديو كتمسح ليها داك التشويق عليك، ديك النظره، داك حب الاستطلاع عند البنت باش تعرف شكون انت، حيت من الصوت كتقدر تقرا الشخصيه ديالك. وانا كنت قلت تحم فيديو ان البنت عندها واحد الحاسه دغيا كتقدر تعرف الدري كيفاش داير شخصيته غير من صوته. في الميساجات حاول تكتب قليل، ما تكتبش بزاف، خليها هي تكتب بزاف. وفي البدايه دائما غادي نطبقوا خطه ديال الدفاع والهجوم. اشنا هي الخطه ديال الدفاع والهجوم في التواصل مع البنت؟ هو بحال القنبه كتجرب بها البنت ومن بعد كترخيها باش هي تولي هي تقلب عليك وتجرك. كيفاش؟ في الايام الاولى غتحاول تدوي مع البنت بزاف. في الايام الاولى ملي كنقول لك بزاف يعني ماشي تدوي معها صباح عشيه ليل، دائما غتختار واحد الوقيته، ومن الاحسن كنفضل الليل. في الليل تقريبا مع 8 الفوق حاول تكون هذيك هي الوقيته معاش غادي تدوي مع البنت وكتواصل مع الميساجات، صيفط لها فيما تصيفط لك جاوبها كذا. والمواضيع اللي غادي تدوي عليها حاول تدوي معها في مواضيع ما تكونش حساسه. ملي كنقول حساسه راك عارف اش كنقول، ما تكونش شخصيه بزاف. حاول تعمق في مواضيع اللي غادي تشوف انها غادي تضحك فيها. مثلا شنو كيعجبك دير في وقت فراغ، شنو هما الهوايات ديالك، فين كيعجبك تسافري، وتجنب ديك المواضيع ديال انت زوينه تبقى تمدح فيها. هذا كنقولها لكم ديما، فوتوا عليكم المدح والشكر ديال البنت في البدايه. ما بينك وبين البنت والو، حاول تجنب المدح، حيت ملي كتعنب عليها ولا كتمدحها كتدخل في الطبقه ديال الفرانزون. والبنت حاول دائما انت اللي تسول، ما تخليش هي تسولك بزاف. الا كاع سولاتك حاول الاجوبه ديالك دائما كنقولها كون غامض في الاجوبه ديالك، ما تعطيهاش التفاصيل. حاول تخلي ليها دائما داك الغموض عندها باش تعرفك اكثر، تبغي دائما تسول عليك. دائما الاجوبه تكون ديالك غامضه. مثلا ما تسولك فاش تقرا تقول لي انا كذا وانا كندير كذا ولا كذا، ولا خدام في هذه ولا خدام في هذه. انا خدام كذا في شركه مثلا، طق صافي ستات. انا كنقرا مثلا في الباك صافي. ودائما حاول تضحك البنت، حيت الضحك اسهل وسيله انك تجذب البنت، وهذه الدراسات كتقول. هنا الا لاحظتوا كتشوفوا ان ندير نطبقوا خطه ديال الهجوم. كيفاش خطه الدفاع؟ من بعد ايام مثلا سيمانه
10 ايام البنت غتولفك انك كاين واحد الجزء من حياتها هو انت، كتواصل معها وكتواصل معك. الدفاع كيفاش غدير عليه؟ غادي تحاول تختار واحد نهار ولا يومين غادي تغبر فيهم مثلا، ما غاديش تدوي مع البنت. هنا غادي تخليها هي تسول عليك، وغادي تقدر هي تصوني عليك وتبغي تعرف علاش غبرتي، اشنو عندك. الا وصلتي لهاد المرحله ولقيتي الميساجات ولا صونات لك، اعرف ان البنت هنا وصلتي واحد المرحله ديال الجذب بنسبه 70%. دائما في الهضره ديالك في المواضيع ديالك، وكنأكد عليها، حاول المواضيع ديالك تكون حساسه من ناحيه العاطفه ماشي من ناحيه الشخصيه. دائما لعب على العاطفه ديال البنت. هنا كتحاول البنت بحال كتريقلها، كطلعها وكتهبطها، وملي كتحرك البنت المشاعر كتدخلك الميموار ديالها. هذا يكون على اين فوا كتحرك المشاعر ديال البنت، كون على يقين ان البنت غتبدا تجذب عندك، غتبدا تطيح فيك بشويه بشويه، حيت كما كنعرفوا الدراري كيجربوا في العلاقه وهذا الشيء ما كيخدمش مع البنت. وهنا علاش المشكل اكثر الدراري ما كيتفوقوش وما كيتوفقوش في هذه العلاقه. البنت راه بحال شي خبزه كتبغي طيب بشويه، داكشي خاصك تعطيها وقت. داكشي علاش التعارف يقدر يكون يدوم شهر باش البنت طيح فيك، او اكثر على حساب شهرين باش كطيح فيك البنت، وهذه علميا. دونك خلاصة الامر في هذا الجزء الاول من هذه السلسله، اهم حوايج واهم قواعد قلتهم خاص دائما تقال عليهم. حاول في البدايه التعارف البنت ما تصيفطش لها اوديو، ما تكتبش بزاف الميساجات، ما تدخلش مع البنت في مواضيع حساسه ديالها شخصيه ماشي عاطفيا كما كنقول. حاول البنت تلعب لها بالمشاعر ديالها، تحركهم لها ايجابيا وسلبيا باش تطيحها عندك. ودائما طبق خطه ديال الدفاع وهجوم، يعني ان البنت في الاول تدوي معها بزاف حتى كتشدك وكتولفك، ومن بعد كتغبر واحد نهار ولا يومين كتخلي ليها داك الفراغ باش تفكرك وتوحشك. هنا غادي تكون سالت الجزء الاول من السلسله ديال التواصل مع البنت في الشاط. الى عجبك الفيديو خلي لنا لايك وتابونا، ولا عندك شي سؤال خلينا في التعليق. شكرا لكم، اوجيك مان.